والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالدرس المتقدم مر معنا الكلام على أقسام التوحيد، وأن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام بالإجماع. ومر معنا القسم الأول هو توحيد الربوبية، ويعرفه العلماء إفراد الله بأفعاله بالخلق والرزق، أي بما يفعله هو سبحانه وتعالى: الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. ثم قال حفظه الله: القسم الثاني توحيد الألوهية. قال: وهو الإيمان الجازم بأن الله هو وحده المعبود بحق، وأن كل ما عبد من دونه فإنه عبد بباطل. قال: وهو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن صرف شيئا من عبادته لغيره فقد أشرك، ولو كان شركه صغيرا، لأنه سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. نعم، وهذا هو القسم الثاني، وهذا الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم في توحيد الألوهية. تقدم معنا أن توحيد الربوبية لم ينكره إلا نفر يسير وقليل، وإلا أكثر المشركين كانوا يقرون به. وإنما حصل الخلاف في هذا النوع توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأعمال العباد: صلاة، زكاة، صيام، حج، تكون لله عز وجل. أعمال العباد، عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. قال: وهو الإيمان الجازم بأن الله وحده المعبود بحق. لابد إضافة هذه اللفظة: معبود بحق، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود، لابد أن تضيف بحق، لأن هناك معبودات غير الله. إذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. إذن فالذي يعبد الصنم يكون عبد الله، لا معبود إلا الله. الذي عبد الشجر، الذي عبد الحجر، الذي عبد البقر، الذي عبد والذي عبد. إذن فهذا باطل أن تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا باطل. لكن الصحيح أن تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق، لأن هناك من عبد غير الله لكنه بباطل. لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، لا حجة ولا برهان. قال: ومن صرف شيئا من عبادته لغيره، أي لغير الله، فقد أشرك مع الله، ولو كان شركه صغيرا. سيأتي معنا أنواع الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر. ولو كان شركا صغيرا كيسير الرياء كما سيأتي معنا، فهذا يسمى شرك. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي ذكره المؤلف: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أكبر أو أصغر، تركته وشركه. أي يترك الله عز وجل ولا يقبل ذلك العمل.
ولا يقبل ذلك العمل الذي فيه شرك ولو كان صغيرا. قال: فالعبادة حق لله وحده لا حق لغيره فيها، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. هذا من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو الواجب على العباد لله عز وجل؟ وما حق العباد على الله؟ أي ما الذي أوجبه الله على نفسه لم يوجبه أحد، الله عز وجل تفضلا منه أوجب على نفسه للعباد. قال معاذ: الله أعلم. قال: حق الله على العباد، الواجب على العباد تجاه الله عز وجل ولله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الواجب، أن يوحد الله عز وجل. وحق العباد على الله الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وإحسانا وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا شرك أكبر، وهذا مخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في النار كما سيأتي معنا، ولا شرك أصغر، صاحب الشرك الأصغر معذب كما سيأتي معنا. قال: يقول الناظم السعيدان في ألفية التوحيد: إن العبادة حقه الصرف الذي لا حق فيه بتة لخليقتي، فإذا دعوت فليس يدعى غيره بدعاء مسألة كذا وعبادتي. أي الناظم يقول في هذه الألفية: إن العبادة حقه، أي حق لله عز وجل، الصرف خالصة لله عز وجل، صرف أي خالص لله عز وجل، الذي لا حق فيها بتة لخليقته، لا حق فيها البتة ولا شيء للخلق، إنما هي خالصة لله عز وجل، حق خالص لله عز وجل. قال: فإذا دعوت، إذا دعوت يشمل كما سيذكر دعاء المسألة ودعاء العبادة، فليس يدعى غيره، أي غير الله، لا يدعى غير الله، فمن دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك بدعاء مسألة. دعاء مسألة أن تقول: يا الله اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا هو دعاء المسألة، أن تسأل الله عز وجل حاجتك، أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك، أن تسأل الله أن يتوب عليك، أن تسأل الله أن يوفقك، أن تسأل الله أن يرزقك، هذا دعاء المسألة. قال: كذا وعبادتي، أي وكذلك دعاء العبادة. ما هو دعاء العبادة؟ أن تتقرب بعبادة، صيام، صدقة، حج، عمرة، صلاة. لماذا تصلي؟ لأجل الله أن يغفر لي، أن يرحمني، أن يدخلني الجنة. لماذا تتصدق؟ لأجل أن الله يغفر لي، ولأجل أن الله عز وجل يبارك لي في رزقي. لماذا تصوم؟ لأجل أن الله يغفر لي. هذا أنت تعمل العبادة لأجل الله، وتطلب من الله عز وجل بهذه العبادة أن يأجرك عليها. قال: ويجب اعتقاد أن المخلوقات لا تملك تصرفا مستقلا، فليس بيد مخلوق خلق ولا فناء ولا إماتة ولا إحياء ولا رزق ولا عطاء، فالكل عبيد لله، وليس للعبد حق في التصرف في ملك ربه إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. أي هذا كما تقدم معنا في مسألة في قسم
وتوحيد الربوبية. الملك لله والتصرف لله، ليس للمخلوق شيء في الملك ولا في التصرف، وهذا قلنا قد أقر به المشركون في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. يأمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب المشركين بتوحيد الربوبية فيقرون: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال: ويجب اعتقاد أن الأسباب لا تنفع بنفسها، فالدواء لا ينفع إلا بإذن الله، ودليل ذلك أن الدواء في كثير من الأحيان لا ينفع، وفي كثير من الأحيان تأتي العافية بدون دواء، فكل الأسباب مرتبطة بإرادة الله وقدرته. هذا لا بد لأجل ألا يقع العبد في الشرك. هناك أسباب جعلها الله عز وجل لكي يصل العبد إلى المسببات. هناك عبد مرض العبد، من أسباب العلاج، من أسباب ذهاب المرض أن يشرب الدواء، هذا من الأسباب. ومن الذي جعله سبب؟ الله عز وجل أرشد العباد أو أرشد بعض الخلق إلى أن يصنع هذا الدواء، وهداه ووفقه إلى أن يصنع هذا الدواء علاج لهذا المرض. فالدواء سبب، ومن الذي جعله سبب؟ الله. فيجب اعتقاد أن الأسباب لا تنفع بنفسها. هذا الدواء لا ينفع بنفسه. أنت تقول خلاص إذا شربت الدواء 100% سأشفى، 100% سأشفى، وإذا لم أشرب الدواء لن أشفى. أنت تتعلق بالسبب، هذا شرك. لا، هذا الدواء جعله الله سبب، هذا الدواء الله عز وجل جعله سبب، أنا سأشربه لأن الله عز وجل جعله سبب. ليس تعلقا بالدواء، وإنما تعلق بالله عز وجل وفعل بالسبب. الله عز وجل جعله سبب للشفاء، أنا سأشربه وسأشفى بإذن الله. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي هو الله، وهذا الدواء سبب. قال: ودليل ذلك دليل أن الدواء لا ينفع إلا بإذن الله، وأنه مجرد سبب، أن في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا ينفع الدواء، يشرب الدواء ولا ينفعه. وفي بعض الأحيان لا يشرب الدواء ويتعافى من المرض. قال: ويجب اعتقاد أن من جعل ما ليس بسبب سببا فإنه مشرك شرك أصغر، كمن يعلق الورق والبخور وغيرها على نفسه ويظن أنها من أسباب الحفظ أو الشفاء، فإنه جعل ما ليس بسبب الذي هو التميمة جعله سببا للشفاء أو الحفظ، وهو ليس سببا لذلك بدليل الشرع ولدليل الواقع. فلم نعلم أن التمائم تساعد على الشفاء أبدا. الذي يجعل ما ليس سببا. الشرع في القرآن وفي السنة لم يأتي أن هذا سبب للشفاء أو سبب لأي شيء كان، والرجل يجعله سبب. مثل بالورق، أن يعلق على نفسه ورقة أو بخور، أو أن يعلق في البيت يعني قرن شاه الغنم، قرنها أو سنها أو أي شيء، أو أن يعلق في السيارة نعل. لماذا تفعل ذلك؟ يقول: لأجل ألا أصاب بالعين، ألا تصاب السيارة بالعين.
لأجل في البيت يعلق لأجل ألا تأتي الشياطين تدخل البيت، هذا لا يجوز. من أين لك أن هذا سبب؟ هل جاء في حديث؟ هل يعني جاء في القرآن؟ لا، بل خلاف ذلك، جاء في الحديث النهي: من علق تميمة فقد أشرك. فمن جعل ما ليس سبب فهذا أشرك بالله شركا أصغر، جعله سبب. لكن إذا اعتقد فيه النفع فهذا شرك أكبر، هذا فقط. لماذا تفعل هذا؟ هذا سبب لدفع العين، وهذا لم يجعل سبب، هذا شرك أصغر. علق نعل في السيارة، لماذا؟ يدفع العين، يقال له هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. حصن نفسك، الأذكار، هذا هو المشروع. قال: ويجب الحذر من اعتقاد أن الأسباب تتصرف وتجلب الخير أو تدفع الشر بنفسها، فمن اعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه، أو أن النجوم والأنواء، أنواع هي معنى النجوم، هي التي تنزل المطر، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم، من اعتقد أن السبب هو النافع، من اعتقد أن السبب هو الذي ينفعه أو يدفع عنه الضر. لماذا تعلق هذا يعني النعل؟ لماذا تعلق هذا النعل؟ لأنه يدفع العين، ما قال سبب، قال يدفع العين. لماذا تعلق في البيت هذا الشيء؟ يعني شيء من يعني الحيوانات، من بعض أجزاء الحيوانات. لماذا؟ قال لأنه يدفع الشياطين، لأنه يدفع الشياطين. لماذا تعلق هذا في رقبتك أو في يدك؟ لأنه يدفع العين، ما قال لأنه سبب، لا، قال لأنه يدفع. لماذا تعمل كذا؟ لأنه يجلب الرزق، لأنه يجلب الرزق. فهذا شرك أكبر، جعل السبب هو النافع وهو الضار، وليس أحد ينفع أو يضر إلا الله. يقول الله عز وجل على لسان نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ومن هو هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، ومع ذلك يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلا أحد يملك نفعا ولا ضرا إلا الله عز وجل. فمن جعل السبب هو النافع وهو الضار فهذا أشرك شركا أكبر مخرج من الملة. لماذا تشرب الدواء؟ لأنه يشفيني. لماذا تشرب الدواء؟ لأنه يشفيني. هذا شرك أكبر. من الشافي؟ هل الدواء الشافي؟ من الشافي؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفين. فمن جعل السبب هو النافع فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر أو دافع لضر. المطر، لماذا نزل المطر؟ لأن النجم الفلاني طلع. النجم الفلاني إذا طلع سيأتي المطر. ما يقول سبب لما يجي، لا، سيأتي المطر. لماذا؟ هذا النجم هو الذي يأتي بالمطر. إذن هذا شرك أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فحصل في الليل مطر، فصلى بهم صلاة الصبح ثم التفت فقال إن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي مؤمن بالله كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، مطرنا بنوء، لم يقل بسبب وإنما قال بنوء، بنجم كذا وكذا، فهو كافر بي. يقول الله عز وجل لنبيه، أي كافر بالله
مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. قال القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال وهو الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة من أسماء الله وصفاته، لقول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله وله المثل الأعلى، وإثباتها لله على الوجه اللائق به، ودعائه بأسمائه وصفاته كقولنا اللهم يا رحيم يا ذا الرحمة. هذا هو القسم الثالث والأخير، أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، بأن لله عز وجل أسماء سمى بها نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو وصفات وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تبديل، بل نثبتها على الوجه اللائق بالله. سميع، الله سميع، سميع سمع معروف السمع، معروف السمع، لكن ليس كمثله شيء. سمع ليس كسمع المخلوقين، سمع لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. قال ويجب أن نسمي الله بما سمى به نفسه فقط في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نصفه بما وصف به نفسه فقط أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لألفاظ صفاته ولا تعطيل لمعانيها، ومن غير تكييف لحقيقة صفات الله، ومن غير تشبيه لها. فالله كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون له مثيل، أن يكون له مثيل، ثم أثبت له صفات، أثبت له أسماء وصفات، أثبت لنفسه أسماء، وهذه الأسماء تحمل الصفات، وهو السميع يعني السمع، وهو البصير البصر. قال فنؤمن مثلا بأن لله يد، لأنه قال تبارك الذي بيده الملك، أثبت الله عز وجل بأن له يد، تبارك الذي بيده الملك. ونؤمن بأن يده ليست كأي يد نعرفها أو نتخيلها، لأنه قال ليس كمثله شيء، وهذا في كل الصفات وفي كل الأسماء. فالقرآن نزل على الصحابة، يعني في زمن الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنهم قالوا كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله. هذا لم يأتي عن أحد من الصحابة. إذن فالصحابة آمنوا بالقرآن وفيه الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات، إذن أثبتوها على الوجه اللائق. الله سميع، معروف السمع، السمع معروف، لكن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. الله أثبت له يد، الله أثبت له رجل فيضع قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض فتقول قد. لله عز وجل رجل، نعرف القدم، لكن كيف لا نعرف، ليس كمثله شيء. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال الرحمن على العرش استوى، قال كيف؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيفية. كيف استوى الله؟ كيف رجل الله؟ كيف قدم الله؟ كيف عين الله؟ كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ هذا السؤال بدعة لا يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في زمن الوحي، وإلا إذا كان هناك إشكال لسأل الصحابة. إذن فنحن نقتدي بالصحابة، هم أسوة لنا في فهم القرآن وفي فهم السنة. فالله عز وجل يقول ليس كمثله، قدم النفي، نفي المثلية،
والكيفية. ليس كمثله شيء ثم أثبت لئلا يتبادر للذهن الكيفية. فلذلك لا يجوز أن تتخيل كيف سمع الله، كيف يد الله، لا، الكيف مجهول، كيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. قال الإمام مالك: وما أراك إلا مبتدع أخرجوه. وهذا في كل الصفات، يقال في كل الصفات وفي جميع الصفات. كيف يد الله؟ اليد معلومة، والكيف مجهول، والسؤال عنها بدعة. كيف سمع الله؟ السمع معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذن نثبت أسماء الله وصفاته بما جاء في كتابه وفي سنة رسوله، لا نزيد في الأسماء والصفات. لا يقول أحد أنا هذا اسم يعني نثبته لله عز وجل وهو حسن، لا يجوز. الأسماء والصفات توقيفية في القرآن وفي السنة، ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.